لقيت حماتي ماسكاني بالحضن وعماله تفحص فيا تقولي لا يا حبيبتي، انت من هنا ورايح مش هترجعي شقتك تاني، انت هتقعدي معايا انا هنا. فقلت لها ده ازاي يعني يا حماتي؟ قالت لي هو انا طول القمر المزه الحلوه دي تقعد هنا معايا؟ فقلت لها طيب يعني ابنك جوزي؟ قالت لي لا 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 يا شيخ سيبك منه، الرجاله ما بيجيش منها غير وجع القلب، ده انا هطرده اصلا. قلت لها تطرديه ازاي يعني؟ مش هيقعد معانا هنا ولا هتعملي ايه؟ قالت لي لا لا لا، هو يقعد هناك في شقته مع نفسه براحته، وانتي بقى هتنوريني وتأنسيني وتقعدي معايا هنا، سيبك من الرجاله. ما وقعدت بقى ايه تغلط في الرجاله كتير جدا، ما هو حماية الله يرحمه من زمان. فقلت لها طيب يعني انا مش فاهمه انت بتقولي كده ازاي يعني؟ ده ابنك يعني، ده الكلام ده يعني مامتي انا اللي تقوله. قالت لي يا حبيبتي عادي ابني، انت اللي بنتي، بس انت عارفه انا بموت فيكي ازاي، وانا ما طولش القمر والعسل ده تقعد معايا هنا، والله ده انت لما تقعدي معايا بصي هخليكي تنسي الدنيا كلها وهتتبسطي انبساط مش انت نفسك مش هترضي تمشي من عندي. فقلت لها كل ده وهي حضناني يعني تتكلم كلمتين وتروح قافشه فيا هتحضني تاني ومش عارفه ايه. فاستغربت، قلت هو ايه الوضع بقى بالظبط؟ ان ليه بقى الفار بدأ يلعب بقى كده وبتاع؟ لان مش واخده على الحموات دي، انا واخده على الحموات الفتينات التانيين اللي هو ابني يقعد ويربع ومش عارفه يعمل ايه، الشغليات تاني. لكن حماتي انا يعني بالطريقه دي بقيت ايه، خايفه لا هنطرده ومش هنطرده وانت زي القمر وتفعص فيا كده. فقلت الحاج ميت من زمان يعني انت الحاجه ايه وراكي ايه؟ ايه بالظبط. المهم قلت يا بنت ايه كبري دماغك وشوفي اخرة الموال ده ايه. اصلا قبلها انا كده كده كنت متخانقه مع جوزي، والخناقه يعني الخناقه المليون في الاسبوع التاني، ما بنكملش 3-4 ايام ويتخانق على حاجات غريبه جدا. اخر خناقه بقى لقيته راجع من الشغل، فانا قبل ما ينزل قلت له حبيبي هتاكل ايه النهارده؟ فقال لي اي حاجه. كلنا الرجاله بتقول اي حاجه دي كل يوم، واحنا برضو ثابتين على مبدأنا لازم نسأله قبل ما ينزل تاكل ايه النهارده، فيقول لك اي حاجه. المهم قال لي اي حاجه، انا فضلت قاعده ايه لاي حاجه بقى، ايه لاي حاجه، ايه لاي حاجه. فعملت اي حاجه زي كل يوم اي حاجه، وبيجي ياكل ويشرب وخلاص وتمام ما بيتكلمش. المهم رجع لاني عامله له صينيه بطاطس ورز وسلطه وشوربه وبتاع. ده جاي ايه اللي انت عاملاه ده؟ قلت له ايه اللي انا عاملاه؟ ايه ماله اللي انا عاملاه؟ قال لي ايه ده، انا مش عايزه الاكل ده. وراح طالب متصل بالتليفون اطلب دليفري وعلى حسابك. قلت له دليفري على حسابي منين انا؟ وبعدين انا عامله اكل، انت مش قلت لي اي حاجه؟ وبعدين ما هي دي لاي حاجه، وبعدين ما انا مش عاملاها امبارح مثلا وبايته، او عاملاها من امبارح والنهارده هتاكلها. طالما انت كنت عايز حاجه معينه ما قلتليش ليه؟ انا قلت لك اي حاجه. قلت له طب ماشي ما هي دي. المهم كان عمال يتلكك ويتخانق على اي حاجه من الهوا وخلاص. وفعلا يعني اليوم ده بقى انا كنت خلاص جبت اخري، انت بتتلكك بقى. فانا عماله اكبر دماغي واغضب واروح عند ماما، واكبر دماغي واغضب واروح عند ماما، ويرجع يقول لي معلش وكنت ويبرر ويعمل. فخلاص بقى كنت جايبه اخري. جينا بقى عامله حسابي بقى ان انا برضه هغضب واروح عند ماما. قلت والله ما انا رايحه عند ماما. قلت له لا انا مش رايحه عند مامتي، انا رايحه عند مامتك انت بقى. قال لي رايحه عند امي؟ انت هتغضبي المره دي عند مامتي انا؟ قلت له هو كده انا رايحه عند مامتك. هي طقت في دماغي ان انا خلاص مش هروح عند اهلي، ما بكملش اسبوع وبروح لهم غضبانه شويه ويجي يصالحني ومعلش يا حبيبتي ربنا يهدي سيرك روحي مع جوزك ساعة شيطان. جيت المره دي بالصدفه كده قلت لا انا رايحه عند مامته.
اما اشوف بقى اخرته ايه. المهم دخلت على مامته، طبعا هي كانت عارفه ايه تاريخه القذر اللي بقالنا فيه سنه، وخناقاته اللي ملهاش حلول وحاجات ملهاش لازمه اساسا. فلقيتها دي، لقيتني طبعا يعني كنت معيطه وبتاع، واخداني بالحضن، ويا حبيبتي ومعلش وبالراحه وتعالي اقعدي معايا هنا والله لا ربيه، الرجاله دول اصلا ما يجوش غير بالدقه على دماغهم، وجوزك على ما تربيه وابنك على ما تعودي. وقعدت تقولي في امثال، وانتي هتقعدي بقى معايا هنا ومش هتروحي له تاني. ودي قاعده عماله تطبطب عليا واخداني في حضنها وبتاع، وتفعص فيا وخلاص يا حبيبتي، هو في موزه حلوه زي كده تعيط بالطريقه دي؟ كبري دماغك وانا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. فانا قلت لها يعني هتعملي لي ايه؟ انا اول مره اغضب عندك. قالت لي عين العقل اللي انا كنت عايزه اقول لك كده من زمان، انك لما تغضبي ما تروحيش عند اهلك وتيجي لي انا هنا، انا بقى اللي هجيب لك حقك المره دي. فبصيت لها كده اللي هو ازاي يعني هتعملي ايه؟ قالت لي انت هتفضلي قاعده بقى معايا هنا، والله بصي اكل وشرب وهتتبسطي معايا جدا، واديكي شايفه انا قاعده لوحدي وما بعملش لا ابيض ولا اسود، وهننبسط انا وانتي على الاخر. فقلت لها طب هو، قالت لي لا هو ايه يغور يروح، انا هطرده ويروح يقعد في شقته بقى هو لوحده لحد ما يتربى، ايه الادب ده؟ فبصيت لها كده اللي هو حماتي هو انت في كامل قواكي العقليه؟ انت واعيه؟ انت بتقولي كده على ابنك؟ قالت لي ايوه، هما الرجاله كلهم كده، ابوه كان زيه كده بالظبط. فقلت لها طب وبعدين يعني؟ قالت لي لا تفضلي قاعده بقى معايا هنا لحد ما اعلمه التربيه من الاول وجديد، ويقول ان الله حق، ويبطل بقى يتخانق معاكي ويتلكك لك على الكلام الفاضي اللي هو فيه ده. فطبعا انا ايه بقيت خايفه وفي شك كده جوه، انا اول مره اشوفها بالوضع ده. كانت على طول تهدي بينا وبتاع، بس الافواره دي وانتي حبيبتي وتعالي اقعدي معايا وبتاع شككتني اللي هو ايه ده حماتي يعني بقت كيوت زياده عن اللزوم كده امتى؟ المهم فضلت فعلا قاعده عندها وساكته، وهي مصممه ان طبعا انا كنت بغضب، واللي هو ايه بيجي ورايا في نفس اليوم، لو يبقى تاني يوم بالكتير كده يعني. لكن هي مصممه ان انا اقعد عندها، وهو لا نفتح له الباب ولا يجي ولا رد على تليفوناته، ولا هي بس اللي هترد. قالت لي انا بس اللي هرد على تليفوناته وهشتمه وهبستفه، وعلى الله يهوب هنا، لو هوب هنا بقى انا هربيه. ففضلت بايته يوم. طب انا عايزه اروح بيتي بقى، ما انا مش واخده على كده، انا بيجي يصلحني وبنروح وخلاص. وهي تقول لي ابدا، ما انتش ماشيه من هنا غير لما يتربى، اسبوع 2 3 4 خليكي قاعده زي ما انت، انا اللي هجيب لك حقك بقى منه. فانا بقيت مستغربه كده وبصلها. انا دلوقتي مش عارفه اسمع كلامها، وطبعا هو بقى عمال ايه يكلم اهلي كلموها، واهلي يكلموه يقول لي يا بنتي خلاص روحي، إيه سر الشر وبتاع. وانا ايه كلام حماتي عاجبني علشان ما يسوقش فيها بقى بعد كده، اللي هو هتعمل الهبل اللي انت بتهبله ده، ومحدش هيعبرك ولا حد هيعمل لك حاجه خالص لحد ما يتربى ويحرم خالص ان هو يعمل فيها اللي بيعمله ده. انا دلوقتي قلبي واكلني عليه وحاسه انه ايه يعني خلاص بقى سير الشر زي كل مره وروحي. بس في نفس الوقت عاجبني كلام حماتي، وهي مصممه ان انا اسمع كلامها، وقالت لي لو ما سمعتيش الكلام بعد كده ما ترجعيش تشتكي تاني. فانا مش عارفه دلوقتي اسمع كلام حماتي ولا اخدها من قصيره واكلمه انا واقول له لا تعالى خدني، او انا انزل بقى اروح، او اقول له تعالى قابلني في الحته الفلانيه من ورا حماتي. اعمل ايه؟ حماتك دي شابو ليها بصراحه، يعني ست يا ريت كل الحموات زيها. انت زعلانه؟ انت زعلانه انا هجيب لك حقك؟ على فكره هي صح في كل اللي قالته، كل اللي هي بتقوله ده يا ريت كل الحموات تتعامل كده، اللي هو انا شايفه ان ابني غلطان اجيب حق مراته،
شايفة ان بنتي غلطانة اجيب بحق جوز بنتي منها.